في يوم الملك فاروق كان رايح تفتيش أنشاص بعربيته الشخصية، وقرر يسوق بنفسه وخلى السواق يقعد جنبه. وفي الطريق ست من الريف كانت شايلة ابنها على كتفها وقف على راسها، وقفت العربية بعد ما افتكرتها عربية أجرة بتنقل الركاب في الأرياف. الملك فاروق وقف وقال لها عايزة إيه؟ فسألته رايح أنشاص يا ابني؟ قال لها أيوة. فالست سألته توصلني لغاية تفتيش الملك بكام؟ فقال لها عاوزك تدفعي كام؟ ردت عليه والنبي ما معايا غير 3 تعريفة يا ابني، خدهم ووصلني. الملك طلب من السواق يرجع يقعد ورا وقال لها ادخلي يا ست. فقالت له طيب خد العيل مني لما احط القفه. وفي لحظه انسانيه الملك خد الطفل وشاله بين ايديه لحد ما الست قعدت جنبه. العربيه اتحركت، وفي الطريق الملك عرف انها رايحه انشاص عشان تطلب من ناظر التفتيش ياجل بيع جاموسه محجوز عليها من التفتيش عشان اتاخرت في دفع ايجار الفدان، وانها هتدي للناظر جنيه تحت الحساب لحد ما تسدد الباقي. فاروق اتاثر باللي حكيته الست وقال لها اسمعي خدي الورقه دي واديها للناظر وهو يسيب لك الفلوس المتاخره كلها. وكتب على الورقه امر بده موقع منه واداها للست اللي ما كانتش تعرف هو مين، فعشان كده اترددت تاخد الورقه وقالت له ياما يا سيدي جبت له وصايت، هو ده بيقبل رجاء حد؟ وفر يا ابني على نفسك الورقه وبلاش كسوف. الملك اصر يديها الورقه وطلع من جيبه 10 جنيه واداها للست وقال لها اتفضلي ال10 جنيه دول ادفعي منها الايجار وادي الورقه للناظر. الست استغربت وقالت له ولما انت يا ابني غني كده ليه بتشتغل سواق؟ فرد عليها الاسم كده. ولما وصلوا الملك نزلها على جنب والست طلعت على التفتيش وادت الورقه للناظر وحكت له اللي حصل. فقال لها اللي قابلتيه ده جلاله الملك فاروق. الست ما كانتش مصدقه نفسها وفضلت تدعي للملك. القصه دي حكاها الدكتور عمر حسني ابن حسين باشا حسني السكرتير الخاص للملك فاروق، والقصه بتاكد انسانيه الملك بعيدا عن كل الشائعات اللي طلعت واتقالت عنه. ولو رجعنا للتاريخ قبل ثوره يوليو هنعرف ان فاروق كان من اكبر المتبرعين للاعمال الخيريه. فمثلا بعد ما مات والده الملك فؤاد الاول وقبل حتى ما يتولى السلطه اتنازل عن تلت مخصصاته اللي كانت حوالي 150 ألف جنيه للاعمال الخيريه، وبعت خطاب لشيخ الازهر فيه 1000 جنيه عشان يشتري سجاجيد للجامع الازهر. وسنه 1937 اتبرع بمبلغ 4325 جنيها للجمعيات الخيريه، وكان معروف انه بيتبرع من امواله الخاصه للفقراء. وكمان كل سنه بيأمر باستقدام الطلبه العرب والافارقه يدرسوا في الازهر الشريف على نفقاته الخاصه. وتبرعاته في زيارته للمساجد والمصانع يستحيل حصرها، ده غير المطعم اللي عمله عشان الفقراء ياكلوا فيه ببلاش. رحم الله الملك فاروق وغفر له.